السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. حديثي معكم الليلة عن صحابي جليل رضي الله عنه، يكون هو وأبو جهل إخوة لأم. إنه عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، فأمه أسماء بنت مخربة هي أم أبي جهل أيضا. فأسماء هذه تزوجها هشام بن المغيرة، ثم طلقها وتزوجها بعده أخوه أبو ربيعة ابن المغيرة. فعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه يكون أخو أبو جهل لأمه، وفي نفس الوقت ابن عمه. كان رضي الله عنه من السابقين الأولين للإسلام، فقد أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ولقي رضي الله عنه ما لقيه المسلمون الأولون من الأذى والصد عن سبيل الله، فكان ممن هاجر إلى الحبشة، وفيها ولد له ابنه عبد الله. فلما تناهت إلى أسماعهم أخبار إسلام قريش، فقد وصلتهم إشاعات أن قريش كلها قد أسلمت، فرجع رضي الله عنه مع من رجع من المسلمين، ولكن تفاجؤوا بأن قريشا لم تؤمن، ورجعوا إلى عذابها ونكالها، إلى أن أذن الله للمسلمين بالهجرة للمدينة، فهاجر للمدينة هو وعمر رضي الله عنهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كاد يستقر به الحال في المدينة حتى لحقه أخواه لأمه أبو جهل والحارث أبناء هشام. فقال له أبو جهل هذا الخبيث: إن دينك يأمرك بالبر، وقد صنعت بأمك غير ذلك يا أخي. وكان عياش رضي الله عنه رقيق القلب، حنون عطوف، فأبو جهل ضغط عليه من هذه الناحية وهو يعرف طبعه. قال: يا أخي، قد تركنا أمك خلفنا، وهي آلت أقسمت أن لا تستظل من شمس ولا تمتشط ولا تدهن شعرها حتى تعود إليها. فرق لهم وهم بأن يعود. وكان عمر رضي الله عنه يسمع ما يدور بينهم، فقال: اسمع. أخذه على جنب وقال: اسمع، والله إنهم كاذبان، والله إنهم سيغدرون بك. فقال عياش: لا، أريد أن أذهب وأبر بقسم أمي، وفي نفس الوقت لي أموال في مكة أريد أن أجمعها وأخذها ثم أعود. فقال عمر رضي الله عنه: اسمع يا عياش، أمك لو آذاها حر الشمس استظلت، ولو آذاها القمل امتشطت. يا عياش، قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، فنصف مالي لك، لكن لا تذهب. فأبى إلا أن يذهب رضي الله. فلما رأى عمر رضي الله عنه إصراره على الذهاب، قال: إذن اسمع، خذ هذه ناقتي، فهي سبوق لا تسبق ولا تدرك، فإذا رأيت منهم الغدر فانج بها. قال: حسنا. فأخذها ورجع مع أخواه إلى مكة. ولما كانوا في بعض الطريق قال أبو جهل: يا عياش، إن ناقتي هذه قاسية، لو أعطيتني ناقتك أركبها. قال: حسنا. فما كاد أن ينزل منها على الأرض حتى وثبا عليه وأوثقاه وحملاه إلى مكة. ودخلوا مكة في النهار، وقالوا: يا أهل مكة، هكذا افعلوا بسفهائكم، فقد فعلنا بسفيهنا ما ترون. وسجنوه رضي الله عنه في مكة، وقيدوه وصبوا عليه أصناف العذاب، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقنت للمستضعفين، ويخص منهم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام لأصحابه: من لي بعياش بن أبي ربيعة؟ فقال رجل من القوم: أنا. ويقال أنه الوليد بن الوليد، من يتبرع ويتطوع ويروح مكة ويفك عياش ويجيني به. فقام رجل من القوم وقال: أنا. فذهب رضي الله عنه إلى مكة وتسلل إليها خفية، ثم تحسس مكانه حتى وجده قد سجن بدار لا سقف لها، فتسور الجدار ونزل إليه وفك وثاقه، ويقال أنه قطعه بسيفه، جاء مرو وضربه على المرو، جاء بالحجر الأبيض هذا المرو ووضعه تحت الوثاق، يبدو أنه كان قيد من حديد، ثم ضربه بالسيف حتى كسره، ثم ذهب خفية وسرا وخرج من مكة حتى وصل المدينة. أقام رضي الله عنه في المدينة، ونعم بجوار نبيه صلى الله عليه وسلم،
وهنئ بالإسلام مع إخوته المسلمين. وفي يوم من الأيام رأى عياش رضي الله عنه رجلا يقال له الحارث العامري، وكان هذا يؤذيه أذى شديدا في مكة، فعدا عليه عياش رضي الله عنه فضربه حتى قتله. ولكن المشكلة أن الحارث كان قد أقبل مسلما للمدينة، فلما علم عياش رضي الله عنه بخبر إسلام الحارث ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد علمت ما كان بيني وبين الحارث وما كان من أذى منه لي، والله يا رسول الله قتلته وما علمت بإسلامه، إنما ظننته. فأنزل الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الآيات. عاش رضي الله عنه إلى أن جاءت معركة اليرموك فقتل فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.